ازاي اكتشف ان انا في علاقه سامه؟ يعني ايه الاعراض او الدلالات والعلامات اللي تبين للشخص ان هو في علاقه سامه؟ الخيانة، دايما إحساس إنك مش عايز تكمل لبكرة، مش عايز تكمل مع الشخص ده لقدام. آه، في نقطة تانية بتحصل طبعا، ومع التحفظ على الجملة، إن يكون الشخص ده مش مالي عين الطرف اللي معاه، فدايما عينه بتروح لحد تاني. وده بيحصل كتير جدا من خيانة الأزواج، واحنا بنربطه ان الراجل مثلا عينه زايغة، او الراجل، بس بالعكس هو ممكن يكون في علاقة مؤذية ليه 24 ساعة، حتى لو مش موجود مع الست دي في نفس البيت او في نفس البلد، بس برضو بتكون علاقة مؤذية، ضغط عليه نفسيا، أتب على بس الظهر انا عايز مش اقول لحضرتك تعقيب مستحملها. صغير بالنسبه لي. يعني حضرتك بتقولي ان الشخص او الزوج لما عينيه تبقى زايغه ممكن يكون بسبب ان في علاقه سامه ما بينه وبين زوجته. ده لا، مش أنا مبرر برضو ان انا اروح يبقى تبقى عينيا زايغه. انا أنا لو في قلت علاقه مع سامه التحفظ على لا، انا الجملة. لو انا مثلا لو انا كشخصي في علاقه سامه بيني وبين مراتي هقول لها، ابقى صريح معاها. الصراحه في ما الحاجات هو دي ساعات كويسه انت ما جدا. بتكونش عارف ان انت في علاقة اصلا مش مريحة او مؤذية، ساعات ما بتكونش عارف ده، ساعات بتكون مكمل علشان خاطر البيت، الولاد، الواجهة الاجتماعية، علشان حاجات كتير جدا. على فكرة في ناس بتتجوز علشان الواجهة الاجتماعية، وبتختار الاشخاص مقابل للواجهة الاجتماعية، عايز يبقى عنده البيت والأسرة، بس هو مش شايف اللي جنبه اصلا، مش شايف الشخص اللي معاه.